الآية رقم كام يا شيخ خالد؟ 26 في سورة الإسراء. مخيفة جدا، مخيفة جدا. بيقول فيها ايه؟ وآت ذا القربى حقه. انا بس حاطير على الآية كده، وآت ذا القربى حقه والمسكين وابن السبيل. تمام. لما ربنا يقول وآت ذا القربى حقه والمسكين وابن السبيل ولا تبذر تبذيرا، انا عاوز اسأل كل مشاهد شايفني، خدت بالك من كلمة وآت ذا القربى حقه؟ جايبه قبل مين؟ قبل المسكين وابن السبيل. يا اخويا بدل ما تتشامل قوي ورايح للجمعية كيت وجمعية كيت، اكل قرايبك، روح اكسي قرايبك. معقولة الواحد كل عيلة، بص بقى عشان ما نشتغلش بعض، كل عيلة فيها الغني والفقير. انا بتكلم كلام من الاخر، كل عيلة فيها الغني والفقير، والعيلة كبيرة، كل العائلات كبيرة فيها الغني والفقير. معقولة تسيب الفقراء اللي في عيلتك حالتهم ضنك وحالتهم كرب وراح تتشامل عمال توزع لي في جمعيات وتوزع لي، تقول لي اصل انا وديت جمعيه كذا وديت. طب يا اخويا ودي قرايبك الاول، اغنيهم وفرفشهم ونعيشهم. خد بالك من الحكايه دي بقى. ولما تديهم، انا عاوزك تفتكر النص القراني اللي ربنا قاله في اكتر من موضع في القران. كلمه ايه؟ حقه. ما قالهاش على المسكين ولا قالها على ابن السبيل، ده بيقول على قرايبك. قرايبك بياخدوا حقهم، مش جباية منك، مش فضل منك، مش بقشاشة منك، مش عشان خاطر جناب حضرة سواد عيون جناب فخامتك. وآت ذا القربى حقه. يبقى يوم القيامة طالما حقه هيطالبك بيه وهيمسك في رقبتك ولا لا؟ هو القرايب ليهم حق، ده ليهم حقوق، ده غير صلة الرحم، ده غير صلة الرحم. صلة الرحم بيعبر عنها بنفس اللفظ، فهل عسيتم ان توليتم ان تفسدوا في الارض وتقطعوا ارحامكم. وقوله تعالى ويقطعون ما امر الله به ان يوصل، معلوم صلة الرحم. انما هنا وآت ذا القربى حقه. يبقى كل واحد سامعني دلوقتي هيكتشف المصيبة السوداء، ان احنا ما اديناش قرايبنا حقهم، ان احنا بقينا لصوص بنسرق فلوس قرايبنا. يعني اوعى تقول لي انا بسرق حد. ايوه، لما تكون بتمنع الحق عن صاحب الحق يبقى بتسرقه. اذا كان قريبك له حق، طب تقول لي سالتني الحق ده ايه؟ الكارثه بقى انه ما قالش وآت ذا القربى حقه. ايه هو حقه ده بقى؟ قد ايه حقه؟ ياخد فلوس قد ايه؟ اظبطه ازاي ماديا؟ وآت ذا القربى حقه. وذا القربى ده خد بالك، ده في ناس مجوعين اخواتهم، مش مجوعين ولادهم. لا 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 لا، مجوعين اخواتهم. ده انا مش بتكلم على ولاد عمهم ولاد خالتهم ولاد ابن عم. لا لا، ده بتكلم ده درجه اولى ودرجه ثانيه ودرجه ثالثه. وآت ذا القربى حقه. لازم تدور على قرايبك. كفي لو كل غني، اسمع، لو كل موسر كفى قرايبه، لو كل موسر كفى قرايبه لن يبقى في البلد ولا في العالم فقير واحد.